العابد سالم الدوسري وثياغو نيفيز مع ايضا سالم الشمراني، كرة امامية والكرة في المرمى. هدف 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 مبكر، هدف اول للهلال، هدف في الدقيقة الثانية. ناصر الشمراني يسجل كرة في العمق تماما، تمريرة في العمق تماما، هدف اول للهلال مع الدقيقة الثانية. بدايات زرقاء والتقدم لناصر الشمراني بذكاء، والكرة في الامام لهداف الهلال صاحب وهداف الدوري، والكرة الامامية الممتازة الرائعة من سالم الدوسري، مررها ايضا بجمال من امام عبد الله العنزي. ناصر الشمراني مررها وتتهادى الى المرمى بشويش بالراحة على الهادي تسجل في مرمى النصر. اول اهداف اللقاء وهدف اول للهلال. سامي وفرحة هلالية، بداية مبكرة وفرحة كبيرة للهلال مع اول الكرات الهلالية. هي كانت ثاني الكرات بالمناسبة في الهجمات، كانت كرة معدلة من ناصر الشمراني لثياغو نيفيز في البداية، ولكن الكرة النصراوية. وسمعنا برضو اعتراض سامي الجابر على بويايوي الحكم المساعد الاول السلوفيني. تابع الكرة عالية ورأسية والكرة في المرمى، هدف التعادل للنصر، هدف التعادل في الدقيقة 24، هدف ويضعها في المرمى بالبداية. محمد حسين برضو ياخدها على الرايق، ياخدها برقصته المعهودة اللي فاكرينها من زمان. محمد حسين من يوم ما احترف هنا مع النادي الاهلي، والكرة جاءت براسية محمد حسين، عرضية حسين عبد الغني، راسية محمد حسين، وسلطان الدعيع حاول ابعادها بعد ان اصطدمت في القائم ولم تنجح في الدخول الى المرمى. هذه عادة لا وجود فيها للتسلل، جاءت راسية محمد حسين، اصطدمت في الارض، صدمت في العارضة، وحاول سلطان الدعيع ابعادها لكنه يكملها بالمرمى. وهدف التعادل للنصر في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الاول. الدقيقة 24 محمد حسين هو من وضع الكرة الراسية، لكن سلطان الدعيع هو من يسجل خطأ في مرماه، يعيد نهائي كأس ولي العهد إلى السهلاوي. هدف النصر الثاني، وفاز النصر بهدفين مقابل هدف واحد. هنا النصر في ركلة جزاء، أيضا السهلاوي هدف ثاني للنصر، النصر يقلب النتيجة، والسهلاوي بشويش على الرايق، هدف ثاني لصالح النصر. شوية النصر يعود ويسجل في مرمى الهلال هدف ثاني مع الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الثاني. احتاج النصراويون إلى نهاية شوط أول ويسجدون شكرا لله، نهاية شوط أول وبعدين إلى 14 دقيقة من شوط المباراة الثاني لتسجيل هدفين وقلب النتيجة على الهلال. النصر هدف ثاني في الدقيقة 14 عن طريق ركلة جزاء، والتسجيل لصالح محمد السهلاوي الذي يسجل ثالث أهداف